سلام البنات، كي دايرات؟ صافا لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا مزيانات. بزاف ديال البنات كيعيشوا علاقات كتحطمهم بلا ما يحسوا. والله البنات ما كاين شي حد يستاهل يقتل لكم النور ديال قلبكم ولا يبرد لكم الاحلام ديالكم ويخليكم راضين في حياتكم. اليوم غادي نهضر لكم على العلامات ديال العلاقه السامه، التاثير ديالها علينا وكيفاش نقدروا نقدوا راسنا ونرجعوا قويات من جديد. خلينا نعرفوا شنو هما العلامات اللي كيدلوا على ان هاد العلاقه هذه توكسيك وخاصها تسالي. اول حاجه كتخافي تعبري على راسك، حيت الا مشيتي تا قلتي لداك الانسان هاد الحاجه كضرني كيتقلق وتيقول لك انت كتزيدي فيه وكيقلب عليك الطاوله كيف ما كنقولوا. ديما كتحسي بالذنب واخا انت ما دايره ليه والو، كتحسي براسك بحال الا انت ظالمه، بحال الا انت خانقاه، كيخليك ديما تحسي بالذنب في ديك العلاقه ولو ما تكونيش غالطه. حاجه اخرى، فاش كتكوني مع هذا الشخص يعني فاش تكونوا اونصومبل كتحسي باللي هو غير صابر عليك، باللي انت قليله حداه، وباللي هو احسن منك، وباللي هو غير صابر عليك. هذا الشيء يقدر ما غاديش يقولوا لك هو ولا تقولي ليه، مي اونفون هكا كتبداي تحسي. حاجه اخرى، كتحسي براسك كل نهار خدامه باش ترضيه، يعني ما كتبقيش عايشه على قبل راسك، ما كتفكريش شنو ديري على قبل راسك انت، تيبقى لوبجيكتيف ديالك الهوس ديالك هو كيفاش هذاك الانسان يرضى عليا ويكون معايا بخير. كتبقاي انت غير كديري في ليفور. الانسان توكسيك نهار كيكذب عليك ولا كيخونك ولا كيدير اي فوتو كتحصليه كيقلبها عليك، كتولي انت اللي خايبه، انت اللي ما كتفهميش، وباللي هو غلط حيتاش انت في واحد العام درتي نفس الغلط وباللي انت السبب. مهم ما عمرو كيعتذر. فوالا، من بعد ما عرفنا العلامات ديال العلاقه السامه، خليونا نشوفوا شنو كيوقع لينا وسط هاد الغولاسيون. العلاقات السامه ما كدرناش غير في قلبنا فقط، وانما كتدمر لينا الصحه ديالنا كلها. اول حاجه كتولي تحسي بالتوتر، بالقلق، مش يكون السبب واضح، يعني اي حاجه في الخدمه، في القرايه، في الدار كتعصبك ورا السبب الحقيقي انت ما عارفاش، هو ديك الغولاسيون اللي انت فيها. تاني حاجه، كتبدا الثقه ديالك في راسك كتهبط شويه بشويه حتى كتفقديها في مره، كتولي كتشكي في اي حاجه كديريها كتولي تحسي بالارهاق العاطفي، ما كتبقاش عندك الطاقه باش تعيشي حياتك، يعني لي زاكتيفيتي ديالك اللي كنتي كديري قبل ما كتبقيش قاده ديريهم، ما قاده تهلاي في راسك، ما قاده تهتمي بالبشره ديالك، ما قاده تحفظي، ما قاده تخدمي حياتك، كديري ليها ستوب. وبيان سور كو هادشي ما كيوقفش هنا. العلاقات السامه كتبدا تضرك حتى في الجسد ديالك، راسك كيبدا يضرك وانت كيصحاب لك باللي مريضه، كيجيك الارق، الاضطرابات في المعده، كتضرك كرشك، كنقولوها بومزوي، والقائمه طويله. مهم العلاقات السامه كتبدا تمص فيك ببطء حتى كتنساي كاع شكون انت، كتولي عارفه غير هذاك الشخص مهووسه غير بديك الغولاسيون، ولكن انت كشخص كتنساي راسك. شي فاش كتقرصك شي لفعه السم ديالها كيدرع وكيقتلك، ولكن السم ديال العلاقات فاش كتكوني مع واحد الانسان توكسيك، هذاك السم كيدرع عليك في الجسم ديالك شويه بشويه، في العقل ديالك، في الشخصيه ديالك، افيك لو طون حتى كتلقاي راسك تهديتي بسبب واحد الشخص اخر. وعلاش حنا نحطوا راسنا في هذه المواقف؟ شكون هذا اللي غادي نخليه يوصلنا لهاد ليطاب هادي؟ تقدر تكوني كدوزي من هاد الشيء هذا. بغيت غير نقول لك بلي هذه ماشي نهايه العالم، سي با لا فان دو موند، كل وحده فينا قادره تنقذ راسها. الا انتي قررتي تبدلي حياتك فراكي قاده تخرجي من هاد السجن هذا. كلنا كندوزو من فترات بحال هادو، سي با غاف. اهم شيء فاش نعرفوا كاين مشكل نديروا الحل وما نبقاوش خايفين. اول حاجه نبغيك ديريها الا بغيتي تشافي من هاد لا غولاسيون هادي، هي انك تعترفي لراسك هادي غولاسيون توكسيك، هاد لا غولاسيون ما صالحاش، ماشي هذا هو الانسان اللي خاصني نكمل معاه حياتي. اعترفي لراسك بهذا الشيء بلا ما تبرري لي التصرفات ديالو، لا حقا كيتعامل هكا حيت عاش في صغرو ولا حيت وقع ليه، ما تبرري والو. ثاني حاجه، الا كنتي خرجتي من هاد الغولاسيون ديجا، خودي وقتك، بكي بلا ما تجلدي راسك. ملي كتسالي علاقه سامه طبيعي تحسي بالحزن، تحسي بالغضب، تحسي بالفراغ، حياتك خوات، ما بقى معاك حد، سي با غاف. ما تحاوليش تكبتي هاد المشاعر هادي. بغيتي تبكي بكي، بغيتي تهضري كتثقي في شي حد، ماماك ولا اختك عاودي ليهم، سينو كتبي.
احسن حاجه درتها في حياتي هي شديت ورقه وستيلو وبديت كنعبر على راسي بلا ما نخاف. شوفي الدفتر ما عمره ما غيحكم عليك، ما عمره ما غيهضر، الورقه ما عمرها ما غادي تلومك. كتبي، فرغي مشاعرك. اهم حاجه ما تلوميش راسك على اللي فات، ما تلعبيش دور الضحيه، ولكن ما تحسيش براسك مجرمه، لانه في غالب الاحيان فاش كنخرجوا من واحد لا غولاسيون كي توكسيك كنحسوا براسنا انتي اللي مجرمه، انتي اللي غلطتي معاه، انتي اللي اديتي. وهادشي راه ما كاينش، والله ما كاين. هذا غير يلعب ليك بعقلك. دونك ما باقيش تحكمي على راسك، ما تبقيش تقولي كون غير درت هادي كون ما وقعش، صافي هذاك الشيء سالا سي فيني. دابا نقدي راسك، ديها غير في راسك وفي صحتك ولقاي الحل غير راسك. حاجه اخرى هي قطعي التواصل بصفه نهائيه. اي وسيله تقدروا تدويو فيها حيديها، بلوكيه من السوشيال ميديا، مسحي لي ميساج القدام، مسحي التصاور، ما تتبعيش الاخبار ديالو. ما باقي تسولي لي حتى شي واحده شنو كيدير ولا شنو كيفعل، خليه ان شاء الله يعاونو. عقلنا كيداوى بالبعد، فهمتي؟ ماشي بالقرب. قد ما كانت المسافه قد ما مزيان. المشاعر ما تكبتيهمش، خرجيهم، ولكن ما تهضريش مع داك الشخص. شوفي راه والله كنتي باقا كدوي معاه ما تبراي، ما عمركي غادي تبراي، وانتي مازال فاش كيصيفط لك كتجاوبيه، وانتي مازال فاش كتضعفي كتجري تصيفطي ليه. فاش نحس براسي ضعيفه ندوي مع الله، نسجد ونبكي ونقول يا ربي اسمح لي كنت في علاقه حرام، ما تعذبنيش بيها. نهز ورقه ونكتب التنعيه ونحرق ديك الورقه ولا نقطعها ولا ندير اللي بغيت، ولكن ما نرجعش ندوي معاه. راه واحد الانسان اللي جرحك ما عمره ما غيداويك، انتي كتهربي من المشاعر ديالك. باش ما نحسش براسي ضعيفه ونبكي كنجري ندوي معاه، حيت فاش ندوي معاه غادي نغدي داك الفراغ ديالي. ولكن هذا واش حل؟ لا، هذا غير شفاء لحظي، حيت غادي ترجعوا لنفس السيناريو ونفس الدوامه. لهذا نقطع التواصل بصفه نهائيه. معليش نكون مقصحه، معليش نبكي، سي با غراف، ولكن ما نرجعش ندوي معاه، لانه الحل ماشي عنده، الحل بينك وبين راسك. حاجه اخرى خاصك ديريها هي تبني واحد العلاقه صحيه مع راسك، ترجعي تبني صوره زوينه على راسك. قد ما كانت علاقتك بنفسك زوينه قد ما قدرتي ديباسي دغيا. في ديك العلاقه السامه كيكون هذاك الشخص كيهضر عليك بطريقه خايبه، كتحسسك انك ماشي كافيه، وهذا احساس خايب بزاف تحسي به. كتبقاي تحسي براسك انك كديري لي فور ولكن ما كتاخدي والو. دونك دابا خاصك تفهمي باللي نتيا زوينه، باللي نتي ذكيه، باللي نتي نقيه، باللي نتي بنت الناس، كتستحقي الحب، كتستحقي الاحترام وكاع المشاعر الزوينه. يقدر هادشي ما حسيتيش به في ديك العلاقه، ولكن اليوم خاصك تعطيه لراسك. هزي ورقه وكتبي فيها جمل زوينه وقرايهم كل صباح قدام المرايه: انا كافيه، انا قويه، انا كنستاهل كل خير. قولي هادشي لهاديك الانثى المجروحه اللي عندك لداخل، راها محتاجه تسمعو. حاجه اخرى البنات غتعاونكم بزاف هي عمري وقتك بهوايات جديده. شوفي ديري روتين صحي في حياتك، هادشي هذا كيعاون بزاف. علاش؟ حيت فاش كيجي الليل كتحسي براسك درتي شي حاجه، كنتي منجزه في داك النهار، هادشي كيخفف هذاك الاحساس بالذنب والستريس اكسيتيرا. بحالاش مثلا ديري السبور، ديري لا دونس، تعلمي شي حاجه. شوفي ماشي ضروري تخرجي من الدار، غير في يوتيوب كاينه لا دونس، كاين السبور. الا قدرتي تسافري سافري، البنات اللي خدامات ويقدروا يسافروا نوضي سافري، شري دفتر ديال التلوين وجلسي لوني فيه رسمي. هادشي احسن من انك تجلسي تفكري في واحد الشخص اللي مرضك. انا مع انك تعطي وقت للمشاعر ديالك، مثلا ساعه قبل ما ننعس غادي نكتب المشاعر ديالي، الا بغيت نبكي غادي نبكي، ولكن ماشي نهاري كله يضيع غير في هذا الشيء، حيت هنا كتدخلي في واحد الدوامه ديال الحزن اللي ما ديش تقدري تخرجي منها، كنوليو مدمنين على هذاك الحزن، فهمتي؟ دونك نخصص وقت فاش انني نفرغ المشاعر ديالي او ميم طون نبني روتين صحي اون باراليل، نبقى ندير هادشي. يعني غنقول لراسي انا راني عاطياك الوقت فاش تبكي وفاش تخرجي من هاد العلاقه، وفي نفس الوقت غادي نبدا ندير حوايج اللي يعاونوني، ما نبقاش غير كنبكي. جيسبر تكون الفكره ديالي واضحه. عرفتي شنو هي احسن حاجه نبغي نقولها لاي بنت كدوز من شي مرحله خايبه؟ اعطي لراسك الوقت، ما تزربيش على راسك، ما تزربيش على الجرح اللي عندك لداخل. راه ما يمكنش في مده ديال شهر ولا 15 يوم تحلي عينيك الصباحي فوالا نسيتي واحد الغولاسيون توكسيك اللي ما نعرفش شحال دوزتي فيها.
الجرح راه كيبرى شويه بشويه. شوفي غير فاش تكوني مجروحه في يديك ولا شي حاجه ما كتفيقي الصباح تلقايها مشات، شويه بشويه عاد كتمشي، عاد كيبقى الاثار، عاد كنعالجوه حتى هو. كل نهار غادي تحسي براسك اخف من النهار اللي فات، وبقاي غاده شويه بشويه حتى تولي كتضحكي من قلبك بلا سبب وتوصلي ليطاب اللي ترتاحي من هادشي كامل. ديريها حلقه في ودنيك، انتي من مورا هاد لا غولاسيون ما محتاجاش تبني حياتك على الحب ديال شي شخص اخر باش ما تخليش شي انسان يستغل الضعف ديالك ويعاود يدخل لحياتك. انتي دابا في هاد لا بيريود خاصك تبني حياتك على الحب ديال راسك، بقاي غير بوحدك عافاك. وباش نساليو هاد لا فيديو هادي غنعطيكم نصائح زوينه غادي تعاونكم. اول حاجه خذوا وقتكم باش تبراو، وراني قلتها ديجا، خذوا وقتكم باش تبراو، ما تزربيش على راسك، ما تقوليش صافي ما عمري ما غادي ننسى، لا غادي تنساي، غير خدي الوقت بشويه عليك، تعاملي مع المشاعر ديالك بشويه بلطف. حاجه اخرى تعلمي انك تفرغي، ما تخليش هذاك الشيء لداخل. شوفي المشاعر فاش كنكبتوهم لداخل راه ما كيموتوش، راه كيكبروا حتى كيجي نهار اللي كيوليو كبر منا. لهذا نخرج، نكتب، نبكي، نغوت، نتمشى حدا البحر، نقرا القران، كل وحده فينا كيفاش كتفرغ. مهم ما تخلي حتى شي حاجه حابسه عندك لداخل. وديروا السبور، ضروري ديري السبور. اكثر حاجه تقدر تعاونك هي تحركي لو كور ديالك وتعياي وتحيدي الانرجي نيجاتيف كامله اللي فيك لداخل، ولو ديريه غير في الدار غير في السطح سي با غراف. واللي نوصيك عليه ما تخليش هاد العلاقه هذه تدوز مرار الكرام، يعني ماشي تقولبتي ودازت عليك وتعاودي لي من فوت. هاد العلاقه هذه غتخليك ديري حدود في اللي جاي. دابا ما تفكريش تدخلي في غولاسيون اصلا، دابا ركزي على راسك تبراي. ولكن من بعد ملي نبرا نشد ورقه والسيلو ونكتب انا درت ودرت ودرت ودرت، لانه بما انني انا طرف من النتيجه دونك راني طرف من السبب. تا انا درت الاخطاء ديالي، تا انا خليت هذاك الانسان يتطاول عليا، خليته ما يحترمنيش، صبرت ليه قلت الادب ديالو، صبرت ليه قلت الاحترام، وزيد وزيد. حاجه اخرى في هذا الوقت هذا انت محتاجه تدللي راسك، محتاجه تعطي لراسك الوقت، تبغي راسك، عنقي راسك، داكشي كامل اللي انت محتاجاه اعطيه لراسك. واخا في الاول ما غتحسي والو، ولكن مع الوقت غتولي تحسي بلي كاين واحد الحب بينك وبين راسك. والحاجه اللي نوصيك عليها، هذاك الانسان اللي غلط معاك اليوم غدا قولي ليه لا فاش يرجع، لانه هذا النوع هذاك يرجع مع الوقت. سوي سيغ ان جور لوطر غيدوي معاك، ولكن راه ما غيجيش باش يعطيك الحب كاع ما عطاه لك المره الاولى، غادي يجي غير باش يعاود يمرضك وباش يعاود يشوف واش انت باقا متعلقه به. دونك هنا كنقولوا لا وكنسدوا هذاك الباب. العلاقات السامه كتعلمنا درس مهم في الحياه، ان كرامتنا وحبنا لراسنا عمرهم ما كيكونوا موضوع للنقاش، بل هما خط احمر. انت قويه وانت قادره، وربي ديما معاك وغادي تفوتيها ان شاء الله.